بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. احنا النهاردة في مشروع مطلوب مننا رفع أسبلت للموقع، وده بيكون في حالة التشطيبات. للتأكيد هل تم إنشاء الموقع خرسانات وتشطيبات ولاندسكيب كما موجود في المخطط ولا لأ؟ وعشان كده ممكن ان احنا نجري عملية الرفع باستخدام جهاز محطة الرصد المتكاملة اللي هو التوتال ستيشن، او باستخدام جهاز تحديد المواقع عالميا الجي بي اس. في البداية عايز اتكلم على مكونات الجي بي اس. الوحدة اللي موجودة دلوقتي اسمها البيز، الوحدة اللي في ايد الباشمهندس اسمها الروفر، والوحدة الثالثة اسمها الكنترول. قبل ما نشرح الكنترول لازم نتكلم على أنظمة الإحداثيات. أنظمة الإحداثيات أو بمسمى آخر هو المساقط. تعال بقى نقف جنب كده. طيب الناس بقى تركز لأن دي أهم حاجة دلوقتي. لازم لما أجي أشتغل في الجي بي إس أشرح 3 حاجات. أول حاجة النظام، تاني حاجة نظام الاسقاط اللي انا هشتغل بيه، تالت حاجه الزون. يبقى اول حاجه نظام التشغيل، رقم 2 نظام الاسقاط، رقم 3 الزون اللي انا واقع فيها. يبقى اول حاجه نظام التشغيل، رقم 2 نظام الاسقاط، رقم 3 الزون. ايه هو نظام التشغيل اللي انا شغال بيه؟ نظام التشغيل اللي انا شغال بيه اسمه WGS 84. ده اكثر الانظمه المكانيه والاسانيد المكانيه استخداما، او بالبلدي هو النظام الذي يستخدمه جهاز تحديد المواقع عالميا جي بي اس في ارسال واستقبال الاشارات والاحداثيات. يبقى النظام اللي احنا شغالين بيه يا هندسه اسمه ايه يا هندسه؟ WGS 84. طيب ايه فكره عمل الجي بي اس؟ ان انا باجي انقل حاجه من الطبيعه عشان امثلها على لوحه. طيب ايه المشكله اللي بتواجهني لما اجي اشتغل بجهاز الجي بي اس؟ المشكلة اللي بتواجهني لما اجي اشتغل بجهاز الجي بي اس هي نظام الاسقاط. يعني ايه الاسقاط؟ يعني لما اجي احول شكل كروي الى شكل مستوي بيحصل فيه تشوه في حالة من الحالات اللي موجودة عندي. اول حاجة تشوه في المسافة، يعني الحاجة اللي موجودة على الطبيعة مسافتها مش موجودة هي على الخريطة. يعني لو أنا رفعت الواجهة دي كده وهي موجودة على الطبيعة 70 متر، جيت لقيتها في الخريطة 70 متر و30 سنتي، ده خطأ اسمه خطأ التشوه. يبقى التشوه طلع لي خطأ في إيه يا جماعة؟ في المسافة. رقم 2 الخطأ في الاتجاه. يعني إيه؟ يعني بدل ما الدايركشن بتاع الحاجة كده، لا مترحل. بدل العمود اللي موجود في نص الحارة كده مترحل. طالما في تشوه في المسافة وفي الاتجاه يبقى أنا عندي تشوه فين يا هندسة؟ في المساحة. يبقى ما هو الإسقاط؟ الإسقاط هو تحويل الشكل الكروي إلى سطح مستوي. ولما اجي اعمل اسقاط حصل تشوه في ايه يا استاذ احمد؟ في 3 حاجات. اول حاجه المسافه، رقم 2 الاتجاه، ثالث حاجه المسافه. عشان كده العلماء عملوا لنا حاجه اسمها نظام الاسقاط. عندي كم نظام اسقاط عندي بقى يا هندسه؟ عندي 2. عندي الاي تي ام وعندي اليو تي ام. الاي تي ام اللي هو النظام المصري، الاي تي ام اللي هو النظام الايجيبشن اللي هو المصري. قسمنا مصر الى 3 احزمه او 3 زونات. يبقى النظام الاسقاط المصري قسمنا مصر ل3 احزمه.
البار بالبلت وتعني النظام أو الحزام البنفسجي. الريد بيلت اللي هو الحزام الأحمر، والريد البلو بيلت اللي هو الحزام الأزرق. عندي كم نظام إسقاط يا هندسة؟ 2. خلينا هنا بقى الاي تي ام وايه يا هندسة؟ واليو تي ام. الاي تي ام اللي هو النظام المصري قسمنا فيه يا أستاذ وليد إلى كم حزام يا هندسة؟ 3. الحزام البنفسجي والحزام الأحمر والحزام الأزرق. طيب أنا ليه لجأت للإسقاط؟ حد عارف؟ تعالى كده بقى، ليه لجأت للإسقاط؟ عشان أعالج التشوه اللي موجود فين يا أستاذ محمود؟ في 3 حاجات. 1 مسافة، 2 اتجاه، 3 المساحة. الحزام البنفسجي يبدأ من خط طول 25 شرقا حتى 29 شرقا، وده موجود في العالمين حتى حدودنا الغربية. يعني لو أنا في مرسى مطروح يبقى هستخدم نظام إسقاط، لو المهندس قال لي اي تي ام يبقى أنا في الحزام البنفسجي، لأن أنا واقع في العالمين لحتى حدودنا الغربية، عشان أنا واقع من 25 لكام يا هندسة؟ ل 29. الحزام الأحمر بيبدأ من خط طول من 29 حتى 33، وده موجود في نهر النيل ودلتا النيل كلها. يعني أنا هنا واقع في الحزام الأحمر، صح؟ اللي هو من خط طول لحد كام؟ شرقا. يعني كل كام خط طول يا هندسة؟ 4. الحزام الأخير اللي هو الحزام الأزرق، ويبدأ من خط طول من 33 شرقا حتى 37 شرقا، وده في حدودنا الشرقية إلى أهلنا وإخواتنا في فلسطين. يبقى أنا لجأت ليه لنظام الإسقاط؟ عشان أعالج إيه يا هندسة؟ التشوه. طب هل نظام الإسقاط المصري نجح في معالجة التشوه؟ لا. اشتغلنا على نظام إسقاط اسمه إيه يا أستاذ علي؟ اليو تي ام، اللي هو النظام إيه يا أستاذ يا أستاذ أيمن؟ العالمي. النظام العالمي قسمنا مصر ل3 زونات: 35 ان و36 ان و37 ان، بس دي ركنها شويه لان هي منطقه نائيه شويه بيصعب العمل فيها او الشغل فيها او المشاريع فيها بتقل. ال 35 ان بيبدا من خط طول من 24 حتى 30، وال 36 ان يبدأ من خط طول من 30 حتى 36. أنا دلوقتي عايز أشتغل، محتاج أعرف 3 حاجات. النظام اللي إحنا شغالين بيه يا أستاذ وليد، أستاذ وليد نس، تعال كده. النظام اللي إحنا شغالين بيه إيه؟ نظام التشغيل اللي هو إيه؟ ادي الاثنين مش عارفين. نظام التشغيل الدبليو جي اس 84. عندي كم نظام اسقاط يا هندسه؟ 2. عندي الاي تي ام وعندي اليو تي ام. الاي تي ام منقسم الى كم حزام يا استاذ محمد؟ 3. حزام بنفسجي، حزام احمر، حزام ازرق. واليو تي ام منقسم الى كم زونه يا هندسه؟ 3، اللي هو ال 35 ان وال 36 ان وال 37 ان. خط طول ال 35 ان يبدأ من خط طول من 24 ل 30، وال 36 يبدأ من 30 إلى 36. ده معلومة عشان نشتغل. لو أنت اشتغلت على الجهاز وعارف المعلومات الخفيفة دي، الباقي كله سوفت وير. نظام تشغيل، إسقاط الزون اللي أنا واقع فيها، طبعا الزونة اللي هي 35 أو 36 أو 37، أو حزام بنفسجي أو حزام أحمر أو حزام أزرق. طيب الوحدتين اللي عندي اللي انا شغال بيهم هي البيز وهي القطعه الثابته، والوحده التاليه اللي مع الباشمهندس اللي هي الروفر، والوحده الثالثه اللي هي الكنترول. الكنترول هنشرح فيه 3 حاجات وهسألك وانت واقف. الكنترول فيه 4 حاجات، احنا هنشرح فيه 3. الحاجه الثانيه دي بتاع الادفانسد او الخصائص او المعايير. في قائمه اسمها بروجكت، في قائمه اسمها كونكشن،
في قائمة اسمها سيرفي. القائمة الأخيرة هي التولز أو الأدوات. يبقى القائمة الأولى بروجكت، رقم 2 كونكشن، رقم 3 سيرفي. القائمة الأولى بروجكت، القائمة الثانية ديفايس اللي هي خاصة بالكونكشن، والثالثة اللي هي سيرفي. سيرفي خاصة بالرفع والتوقيع، والديفايس خاصة بالربط بين البيز والروفر. طب والبروجكت ملف النظام والاسقاط والزون. 3 قوائم هتعامل بيها. اول قائمه بروجكت، دي هختار فيها نظام التشغيل، وبعدين الزون، وبعدين نظام الاسقاط. طيب ادي اول قائمه بروجكت. رقم 2 ديفايس اللي هي خاصه بالربط بين الوحده البيز، والثانيه الروفر، الثالثه سيرفي اللي هي خاصه بالرفع والتوقيع. هنقيد الجهاز بالباور اللي عندي وهيطلع الشكل ده. كل برنامج او كل جهاز جي بي اس لازما يكون ليه برنامج شغال بيه. زي التليفون الايفون شغال بالاب ستور، السامسونج شغال بالجوجل بلاي. هنا الجهاز اللي احنا شغالين بيه هو ساينو جي ان اس اس. البرنامج اللي احنا شغالين بيه هو سيرفي ماستر، فيتم الدخول على سيرفي ماستر. اسمع اللي انا هقوله لك وفي الفيديو هيطلع بدقة عالية، بس ركز معايا. انا ضاغط على الكنترول. عندي كام حاجة دلوقتي؟ 3. البروجكت، ديفايس، وسيرفي. عندي ايه يا هندسة؟ رقم 3 اقرهم كده اللي تحت. بروجكت جنبيه يا استاذ وليد. ديفايس وسيرفي. هنا بروجكت ديفايس سيرفي. هنمسك بروجكت هعمل فيها ايه؟ هسمي الملف اللي انا شغال فيه، هنشئ ملف انا شغال بيه. انا عايز ارفع المدرسه اسبلت، يعني كل حاجه موجوده على الطبيعه هرفعها. يبقى اول حاجه هعمل بروجكت، هسمي بروجكت. رقم 2 اختار نظام التشغيل. رقم 3 هختار نظام الاسقاط. رقم 4 الزون. رقم 4 ايه يا هندسه؟ الزون. طيب هنضغط على بروجكت. عندي بروجكت تحت ايه، وضغطنا على بروجكت اللي فوق. طيب البروجكت عندي اختيارات. ممكن ان احنا نختار بروجكت ونعمل له اوبن، وممكن نعمل له كرييت، وممكن ابلود، وممكن على طول داونلود ننزله. انا عايز انشئ بروجكت، عايز اكريت بروجكت. يبقى هضغط على ايه يا هندسه؟ كرييت. هضغط عليه يا استاذ عبد الله؟ كرييت. هتلاقي استاذ عبد الله هنا عشان مستخبي. هنضغط على ايه يا هندسه؟ كرييت. يبقى اولا لانشاء مشروع يتم الضغط على كرييت اهو. هنا بيقول لي اكتب اسم البروجكت. هنكتب اسم البروجكت اهو. هنسمي ايه يا هندسه؟ از بيلت اهو. ايه اس بي يو اي ال تي. احنا هنعمل اسبلت للسكول. سكول تتكتب ازاي؟ حد يعرف يقول لي؟ اس سي اتش او او ال. تمام. انا عايز اصحيك كده. احنا عملنا دلوقتي اسم البروجكت. رقم 2 نظام، لا خليها شويه، نظام الاسقاط اللي هو الديتم بتاعي. بعد كتابه اسم البروجكت يتم الدخول على ديتم، ومنها نختار ديتم ستور، يعني أنظمة الإسقاط المتسجلة عندي. عندي دلوقتي ديتم ستور ظهرت اهو. اختار ديتم ايه يا هندسة؟ ستور. عندي دلوقتي الأنظمة المتسجلة ممكن اختارها. لا انا هعلمك لو انت شاري جهاز جديد ازاي تكريت نظام. فهنختار يوزر ديفايند يحددها المستخدم. يوزر ديفايند انا هعمل الادفانسد والخصائص اللي هي بتاعت ديتم يا هندسه. يوزر ديفايند. تعال كده يا هندسه.
خش كده هندسه. هنختار ايه يا هندسه؟ يوزر ديفاين. الراجل مني بيقول لي الكلمتين دول، السورس الابسويد والتارجت الابسويد. يعني بيقول لك ايه هو النظام اللي بيمثل شكل الارض، وايه هو النظام اللي بيمثل حجم الارض. النظام اللي بيمثل شكل الارض WGS 84. النظام اللي بيمثل حجم الارض WGS 84، حيث ان WGS 84 هو النظام الإحداثي الجغرافي الذي يستخدمه جهاز تحديد المواقع عالميا في استقبال الإحداثيات، وهو أكثر الأسانيد المكانية استخداما، وهو النظام الإحداثي اللي احنا بنستخدمه عشان نجيب الإحداثيات. يبقى لما أجي أقول لك السورس الابسويد تقول لي WGS 84، طب التارجت الابسويد WGS 84. يبقى هو كاتب لي السورس الابسويد WGS 84، هدخل على التارجت الابسويد هختار الثلاث شرط دول واختار هنا برضو تحت WGS 84. الأزمة سيستم، نظام السمت بتاعنا هو الشمال. الأزمة سيستم موجود ايه قدامه؟ اقرا كده اللي جنبيها نورث. يعني ايه يا هندسه نورث؟ يعني الشمال. الأزمة سيستم يعني ايه يا هندسه؟ اللي هو النورث. تمام كده احنا عملنا ايه يا هندسه؟ عملنا النظام. تمام هضغط اوكي. رقم 2 اختار نظام الاسقاط. عندي كم نظام للاسقاط؟ 2. الاي تي ام. خلينا نتكلم بصراحه ان الاي تو ام هو اكثر الايه الانظمه اللي بتستخدم عشان هو عالمي. ودي دلوقتي يعني لو عايز تعمل نظام شبكه كهرباء بين مصر والسعوديه محتاج ان انت تستخدم النظام العالمي، مع العلم ان في برامج بتحول الاحداثيات بنظام اسقاط مصر الى عالمي زي السيفل، بس احنا خلينا دلوقتي هي في ايدينا، فاحنا هنختار النظام الاسقاط بتاعنا الاي تي ام ولا اليو تي ام. فهنضغط على حاجه اسمها بروجيكشن. بروجيكشن هنضغط عليها ونختار نظام الاسقاط هنا من بروجيكشن. نختار تي ام ولا يو تي ام؟ يو تي ام. طيب عندي دلوقتي حاجه اسمها الزون. كله شايف الزون كده؟ 36. عرفت منين؟ احنا في المنطقة في 36. يبقى هو ده عارف جوجل ايرث شويه، يبقى هو عارف شويه شبكه احداثيات، عارف ان في 360 خط طول، في 180 شرقا و180 غربا، وعارف ان في 180 دايره عرض، في 90 شمالا و90 جنوبا. طب انا مش مجمع الكلام ده وانا بعدت شويه عن المجال، انا هل الجهاز يعرف يقول لي الزون اللي انا واقف فيها؟ لما اضغط على علامه البليس. شايف علامه البليس اللي جنب زون؟ علامه البليس اللي هو السهم اللي تحته ده. محدش شاف علامه البليس ولا ايه؟ علامه البليس اهي يا هندسه، علامه البليس اهي الموقع. علامه البليس. بص كده لما اضغط على علامه البليس قال لك ايه؟ 36. علامه البليس قدامي موجود كام دلوقتي يا استاذ؟ 36. يبقى انا في الزونه كام دلوقتي؟ 36. ونظام الاسقاط اليو تي ام. تمام. طيب هنا بيقول لك الهيموسفير، يعني مرورا بنصف الكره الشمالي ولا الجنوبي؟ لان موجود حرف الايه يا هندسه؟ الان. هضغط اوكي. هنا بيقول لي الديتم اللي احنا شغالين بيه هنكتب نظام الاسقاط دبليو جي اس، ونكتب ان هو يا هندسه 84، ونكتب جنبيها يا هندسه 36 36، ونكتب كده يا هندسه حرف الار او الان، ونضغط عليها انتر او اوكي. هنا ظهر لي هنا المسقط اللي انا سميته بالاعدادات اللي انا اخترتها، هضغط عليه واضغط اوكي. هنا هضغط اوكي برضو. هنا بيقول لي الاسبلت بتاع السكول بالاعدادات بتاعك، هضغط اوكي. هنا بيقول لك ان احنا عندي الملف اللي فوق هنا موجود باللون الاخضر الازرق، اسمه ايه يا هندسه؟ اسبلت سكول. صح، اسبلت ايه يا هندسه؟ سكول. حد يعرف يقول لي اسم الملف اللي احنا عملناه يا هندسه؟ اسبلت سكول. نظام الاسقاط نظام الاسقاط يو تي ام. نظام التشغيل والزونه اللي احنا فيها. فاضل اللي انا اربط، يبقى القائمه اسمها ديفايس. هربط بين قطعتين البيز. طب هعرف البيز ازاي والروفر؟ بالسيريال نمبر اللي ورا. خلينا نكمل واحده واحده. ادي قائمه بروجكت، اركنها شويه. اللي انا عملته ده هو اصعب حاجه، خلينا نركز في الحاجه الثانيه. هنضغط على قائمه ديفايس ومنها نختار كونكشن. هنا بيقول لي تحت ديسكونكت، يعني الجهاز رابط. هو رابط ايه؟ هو رابط وهمي، يعني اول ما اتحط ولقى شبكه احداثيات ولقى اقمار صناعيه كويسه قام رابط. فانا هضغط على ديسكونكت. عايز اربط بقى دلوقتي يا هندسه. اول حاجه ادخل السيريال نمبر بتاع البيز. ادخل السيريال نمبر بتاع الايه يا هندسه؟ البيز. حد يعرف يروح يقول لي السيريال نمبر بتاع البيز كام؟ وريهم كده يا باشمهندس محمد السيريال نمبر بتاع البيز.
روح كده معاهم. اخره كام؟ كل وحده موجوده ليها البيز والروفر، اخره كام؟ إيه؟ مش تحت ايه؟ اهي تعالي هنا يا هندسه، تعالي هنا. ايه؟ تعالي هنا اهو، تعالي هنا. ايه؟ ايه؟ 38. يعني 38. يبقى الوحده دي اللي اسمها البيز، السيريال نمبر اخره كام؟ 38. تعال نروح بقى تاني نعرفها للجهاز. الكونكشن طيب نظام الربط، احنا هنربط بلوتوث. السيريال نمبر بتاع الوحده دي اخره 38، فهنضغط على تارجت ديفايس ونختار هنا اخره كام يا هندسه؟ 38. كده انا عرفت ايه يا استاذ ايمن؟ البيز. يبقى البيز بعرفها بايه يا هندسه؟ بالسيريال نمبر. اعتمد على كده؟ لا، لازما نعمل حاجه اسمها انترنال راديو اللي هو الاشاره. الله، انا قاعد في البيت وبسمع اذاعه القران الكريم، ازاي يا جماعه؟ انا بتكلم في اللاسلكي وبسمع زميلي، ازاي يا جماعه؟ ازاي انا بتكلم في التليفون وسامع زميلي، ازاي يا جماعه؟ عن طريق الاشاره الراديو الداخليه. الاشاره دي هي المسؤوله عن استقبال الاحداثيات. يبقى زي ما انت عرفت البيز بالسيريال نمبر، روح تعمل له قناه للراديو بتاعه. عندي كم قناه هنا؟ 9. كتبت له 6 يبقى تدخل في الروفر 6. كتبت له هنا 7 يا استاذ احمد يبقى تدخل في الروفر 7. طب لو انت كتبت هنا 6 وهنا 3 يحصل ديفولت، تعارض. طب لو كتبت هنا 6 وهنا 6 يحصل توافق. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه يا هندسه؟ قناه اللي هي اسمها بالانجليزي الانترنال راديو. يبقى بعد تعريف البيز بالسيريال نمبر يتم عمل قناه عن طريق الانترنال راديو. طيب هدخل على البيز، هنا بيقول لي دي قنوات موجوده، اختار قناه؟ لا، هعمل لها اد. هعمل اد وتعني اضافه واضغط فوق نوع على الداتا. طيب هنا الانترنال راديو، هنا بقى الانترنال راديو بتتمثل في حاجتين، الباور والشانل. الباور يا استاذ علي اللي هو الحجم بتاعي، اللي هو الساعه. تعالى كده يا استاذ هدير، الباور اللي هو الساعه، اللي هو الحجم. المشروع تعالى كده، المشروع حجمه صغير، اختار في الباور هنا اهو نص واط. المشروع حجمه كبير اختار 1 واط. المشروع حجمه اكبر اختار 2 واط. يبقى انا عندي في الباور كام واط؟ نص و1 و2، تمام، اللي هو 3 اختيارات حسب المساحه. انا بقول لك نصيحه، اختار 3 اللي هو 2، بس ده هيستهلك البطاريه بسرعه. يعني مش معنى اللي انت هتستخدم اعلى مدى عندك في الاستيعاب ان الامور طيبه، لا، ده يخلص البطاريه بسرعه شويه. فحسب حجم المشروع، حجم المشروع كبير اختار 2، حجم وسط اختار 1، حجم صغير خالص اختار نص. طبعا احنا هنا عايزين نرفع اسبلت، الامور طبيعيه والمنشا كبير فهنختار 2. القناه اللي عندي بقى يا هندسه الشانل هنا ايه يا هندسه؟ رقم كام؟ طب انا لو دخلت هنا على السهم ده عندي كام قناه؟ عندي يا هندسه 9. اختار اللي انت عايزه. وعلى فكره ممكن لما معاك تردد تدخله للجهاز وتدخل نفس التردد للروفر برضو، يعني لو انت عايز تدخل تردد معين دخله عادي. فانا هختار وليكن 6. هنا بقى هضغط كونفورم، هيقول لي هنا ستارت مود. اهم حاجه كلمه ستارت مود دي، موجود جنب ستارت مود ايه؟ هي كلمه ايه؟ اوتو بيز. يعني ايه اوتو بيز؟ يعني انت الدقه عندك هتكون في البيز بس. لا، انا عايز بدل اوتو بيز اخليها حاجه اسمها فيكس بوسيجن، يعني فحص جميع المواقع اللي احنا هنرصدها. فبدل ما نضغط على اوتو بيز هنضغط على ايه يا هندسه؟ على فيكس ايه يا استاذ ايمن؟ فيكس بوسيجن. واضغط سيف، هيقول لي سمي القناه. انا هسمي انترنال راديو، قول 1 وبعدين هتطلع لي القناه، هضغط عليها هنا واضغط ابلاي. الامور حلوه اهو. امال ايه المشكله؟ ولا اي حاجه. النقطه اللي انت واقف عليها انا اسمي احمد، هسميها ايه؟ 1، تمام. هنا الكود بيقول لي كودها، وليكن انا هدي النقطه دي ستيشن للمساح، او هسميها 1. اكتب اللي انت عايزه، ادي 1. هنا بقى عندي اختيار مهم جدا. احنا عارفين ان احنا عندنا اختيارين، لو انت معاك احداث النقطه اللي انت واقف عليها تدخلها للجهاز، يبقى كل التصحيح او كل الربط يجي عن طريق النقطه اللي انت واقف عليها. طب لو مش معاك هنضغط على ريسيف. كله شايف ريسيف فوق باللون الازرق؟ ريسيف اهي فوق اهي.
ها ريسيف اهي، ها ريسيف، اضغط ريسيف، ها اضغط ريسيف عشان يجيب الايه اللي هو واقف عليها، اللي هي فين؟ شاور عليها كده، فين النقطة اللي هو واقف عليها؟ الوحدة اسمها ايه؟ ما ينفعش اضغط ريسيف، لازم ادخل ارتفاع الجهاز عشان لما يجي يجيب المنسوب يكون صح. يبقى انا قبل ما اضغط على ريسيف ادخل ارتفاع الجهاز. عيب يا راجل، احنا كنا دلوقتي لسه شغالين الربط بالريسكشن ودخلنا منسوب النقطه ومنسوب الوحده اللي احنا شغالين عليها لما قلنا احنا شغالين بالليزر صفر. يبقى محتاج ان انا ادخل ارتفاع الجهاز. امسك كده بقى، عندي حالتين لقياس ارتفاع الجهاز. ممكن اقيس، خليك وانت واقف مكانك، من النقطه اللي انت واقف عليها وانت واقف مكانك لحد هنا، والحاله دي اسمها بوتوم او بول هايت، يعني ارتفاع البول. وممكن ان انا اقيس للحز ده اسمه سلنت، يعني المائل. يعني ايه سلنت؟ يعني انا لو وقفت كده اهو وفردت المتر عشان اطلع فوق هيبقى في نسبه ميل الحته دي. طب لو انا قست كده لتحت كده اهو يبقى الحته دي عدل اللي هو بوتوم. فانا عندي الارتفاع 173 ونص. يبقى احنا دلوقتي الارتفاع ده بوتوم ولا سلنت يا هندسه؟ عدل ولا مايل؟ بوتوم 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 بوتوم، اللي هو البول هايت. ارتفاع الجهاز عندي كام يا هندسه؟ حد فاكر؟ 173 سم ونص. تعال ندخل للجهاز الارتفاع بتاعه. ارتفاع البيز عندي اختيارين تحت، الانتنه طيب هنضغط عليها، قال لي البول هايت والسلنت. اختار بول هايت ولا سلنت؟ ها بول هايت يعني عدل ولا مايل؟ عدل. عدل اللي هي كام؟ 173 متر 73 سم وكام؟ و5 مللي. هكتب اهو 1 علامه متر علامه 735 متر 73 سم و5 مللي. تمام؟ واضغط اوكي. هنا بقى اقدر اضغط على ريسيف، يقوم بايجاد النقطه اللي احنا واقفين عليها. جابها ولا لا يا استاذ محمد؟ جابها صح؟ والزد جابها. يبقى قبل ما اضغط على ريسيف ادخل ارتفاع الجهاز ولا لا؟ هنا احنا عندنا كام اختيار لادخال ارتفاع الجهاز؟ ها؟ لنا يا استاذ عبد الله كام؟ 2، البوتوم والسلانت اللي هو البول هايت والسلانت. تمام؟ خلصت خالص هضغط اوكي. هنا الجهاز هيقول لي ان انت راجل كويس وراجل محترم وامورك تمام. ممكن بقى نركن البيز على جنب ونروح نعمل الكلام ده كله في الروفر. هنضطر ان احنا نعرف الروفر بالسيريال نمبر، وبعدين اعمل لها قناه اللي هي تكون رقمها 6 عشان يبقى في توافق، وبعد كده يبقى احنا عملنا عمليه اسمها عمليه الايه هندسه؟ الربط. هنا بيقول لي ممكن قرب كده هندسه عشان تجيب الشاشه. بيقول لك ايه بقى الجهاز؟ بيقول لك البيز الست سكسسفولي، يعني البيز اتعرفت بنجاح. دي وانت عايز نفصل البيز ونعرف الروفر هقول له يس. سمعت؟ ديفايس ديسكونكتد، الوحده اللي انت عرفتها اتفصلت. هضطر ادخل تاني على تارجت ديفايس واشوف السيريال نمبر بتاع البيز ولا الروفر. تعالى هنا بتاع الايه؟ طب شوفها لي كده، شوفها لي كده اخرها كام؟ ايه؟ 68 ايه؟ 86. يقول لي 68 هدور مش هلاقيه، مش هلاقي السيريال نمبر ده اخره كام؟ هختار 86 ايه؟ ادي 86. شوف هيقول لك ايه؟ اروح ادخل الانترنال راديو بتاع الروفر اللي هي القناه رقم 6. ليه؟ عشان هنا 6. طيب حلو الكلام. ادي روفر، هنعمل توافق ونعمل الاد نفس اللي عملناه. الانترنال راديو هنا 6، هضغط كونفورم واضغط سيف. هنا بيقول لي الانترنال راديو 6 هقول له اوكي. هنا بيقول لي انها اتعملت هقول له ابلاي. هنا بيقول لي السيت اب انترنال راديو وبيعمل البارامتر وحدات القياس بتاعك وبيظبط الامور. هنا عملنا عمليه اسمها عمليه الربط. يبقى الربط يا استاذ ايمن بين كام واحده يا استاذ ايمن؟ بين 2، البيز والروفر. هنا بيقول لي اللي احنا خلاص عملنا عمليه الربط وجاب لي احداثي الروفر اللي احنا واقفين عليه. بص فوق كده موجود كلمه فيكسد باللون الاخضر، شايفها كده فوق خالص اهي. فيكسد دي اعلى وحده من وحدات الربط. انا عندي 3 انواع، عندي فيكسد وفلوت وسنجل. دي درجات. حد يعرف اللي احنا عملنا ايه؟ 1 بروجي صح، ودخلنا فيها اسم المشروع
واسم نظام التشغيل اللي هو WS ضغطت عليه ب 84. ودخلنا كم نظام اسقاط؟ 2. احنا خدنا 2. احنا دخلنا الUTM والزونه بتاعنا يا استاذ علي 35. وجينا نعمل عمليه ربط. 36 عملنا كم عمليه؟ عملنا عمليه الربط بين البيز والروفر. ودخلنا الانترنال راديو اللي هي القناه رقم 6. واحد يدخل 7 8 9 زي ما انت عايز. عايز ارفع بقى، خلاص داخلين على سيرفي. هنضغط على سيرفي ويعني الرفع ونختار منها توبو سيرفي. ما البروجكت انت عامله يا راجل يا طيب، خلاص انت مختاره، انت مسمي البروجكت بتاعك اللي هو الاسبلت سكول. هنا بقى ارفع، هضغط على علامه البليس اللي هي الزرقاء دي. طول ما انا برفع بيجيب احداثي ومنسوب، صح كده؟ المفروض اضغط على علامه الرافع اللي هي الزرقاء، صح؟ ورقم النقطه بيه كام يا هندسه؟ رقم النقطه بيه كام يا هندسه؟ انا زعلان عشان نفس القصه زي ما دخلت ارتفاع الجهاز لازم ادخل ارتفاع الروفر. يا جماعه ما احنا لسه شغالين لما كنا بنرفع الاسبلت بتاع الجرجوري وبتاع اللاندسكيب بتاعنا، كنا بندخل الارتفاع 0 وبنقول عشان احنا راصدين على نهايه الشرب او الروبير. هل انت هنا بقى كده؟ هل انت هنا ارتفاع الروفر بيتقاس منين؟ بيتقاس من الارض لحد هنا، ده يسمى بوتوم. ولو انا قست لحد الحته ده اهي، قربي لي كده يا هندسه، دي اسمها سلانت. على فكره ممكن ده يبقى سلانت وده بوتوم عادي، بس تدخل للجهاز يبقى لازم انا ادخل ارتفاع. بتقول يا جماعه الروفر ارتفاع حط يا الروفر. استاذ علي، ايه حط امسك جامد. ايه كام الارتفاع يا جماعه؟ متر 83 ونص. بوتوم ولا سلانت؟ بول هايت ولا سلانت؟ اهي ده ارتفاع الروفر. طب بيبقى كام يا هندسه؟ وريني كده، امسك المتر. ندخل على الانتنه اللي تحت اهو ونكتب فوقنا اهو كام يا رجاله؟ اهي متر 83 ونص. تمام؟ عايز ارفع بقى، اسهل منها مفيش. هنا البي اللي موجوده بيه كام يا هندسه؟ 1. حضرتك هتمسك في ايدك الشمال الكنترول او اليمين، والروفر في ايدك اليمين. وريني كده، انا هعمل لكم مثال اهو، بس خلينا نعمل المثال حيوي شويه. احنا عايزين نرفع اسبلت، يعني كل حاجه موجوده هتترفع وتتكون. على سبيل المثال النخل اللي موجود ده، انا عايز ارفع خط الصرف الصحي اهو، ده يترفع بكام نقطه اللي هو طابق الصرف ده؟ باربعه. انا بقف هنا اهو وابص على الميه، ببص على الميه يا استاذ ايمن. تمام اهو، تمام اهو، واضغط على علامه البليس. النقطة اللي جايه رقم كام؟ 2. وفوق فيكسد ولا فلوت ولا سنجل؟ ايه؟ طيب عايز حد يمسك كده ويرفع لي الثلاث نقاط التانيين كده. ايه؟ امسك كده يا استاذ طحان. ايه؟ قبل لما تضغط على علامة البليس، لا سيبه هو، تظبط ميه. تظبط مية. ايه؟ رفع اسبلت يعني كل حاجه موجوده في المشروع بصورها عشان اتاكد ان الحاجه نفذت على الطبيعه، عشان اعمل مستخلص ختامي، عشان نقدر ناخد فلوس، عشان نقدر نطلع للمقاولين، عشان نقدر نطلع للمهندسين، عشان نقدر نطلع للعمال. ايه ضغطت؟ يلا يا هندسه، يلا يلا يا طحان. اللي جاي رقم، تعال ايه اطلع. احنا هنرفع كل حاجه موجوده. شايف الطبيعه؟ مين اكتر واحد قادر على تمثيل الطبيعه ووضعها على خريطه؟ هو المساح. بص الطبيعه عامله ازاي. انت حضرتك المطلوب منك اللي انت تاخد الGPS فعلا وتلف حوالين الطرق دي، وهو بيرسم لك خروق جوه وبيعمل لك ماب وبيبين لك كل حاجه انت رفعتها. تيجي تسقط الكلام ده على جوجل ايرث تلاقي الحاجه نزلت مكانها، لانك انت مختار الزون ومختار يا استاذه هدير نظام ايه الاسقاط. فكل حاجه موجوده تتاكد انها نفذت على الطبيعه. واخد بال حضرتك؟ ايه خلاص كده الاربع نقاط. تمام. ولنفترض ان انا عايز ارسل البيانات اللي انا رفعتها او الملف اللي انا رفعته على الفون. هو مش لازم نحط فلاشه، خلاص بقى اسندها عادي، مش لازم نحط فلاشه وSDR ونعالج. قال لك لا، ده احنا على طول هنصدر الملف ويطلع يتفتح على الكاد وهبعته لك على التليفون دلوقتي. بس خليني اوريك كده النقاط اللي اترفعت. هقعد ازوم كده على الماب شويه اهو. ايه رايك في الشكل ده؟
لو انت خدت الحاجات دي يا استاذ وليد وحطيتها على الكاد وقست المسافه هتلاقي هي على الطبيعه، لانك انت مختار نظام اسقاط اللي هو يوتي اليو تي ام في الزون 36. خلاص بقى مفيش حاجه بقى فيه. عايز مفيش تشوه، الله يفتح عليك. عايز ارسل البيانات هطلع بره اهو ونضغط على قائمه بروجكت. الله، انت مش قلت بروجكت يا استاذ ايمن عمل ملف ومسقط والكلام ده؟ يا عمي الارسال بتاعه نعمل له حاجه اسمها اكسبورت. ادي اكسبورت تصديق. الاوتوكاد الصيغه بتاعته يا اما دي اكس اف يا اما دي دبليو جي يا اما دي اكس اف يا اما دي دبليو جي. هنضغط على مور فورمات يعني اصدارات اخرى او فورمات اخرى اهو، ونختار دي اكس اف. دي اكس اف حد شايفها ولا مش موجوده؟ اكسبورت دي اكس اف اهو، ونضغط اوكي. مين اللي هيفتح لنا البلوتوث يلا بتاعه؟ اي واحد يفتح غير الايفون، اي واحد غير الايفون، لانه مش هيبعت على الاب ستور. فتحت؟ طيب هنضغط شير يا استاذ علي، هو هيكشفكم كلكم دلوقتي. ونضغط على بلوتوث، هقول لك بقى مين اللي فاتح. ضغطنا على بلوتوث، عندي هيجيب لنا واحده واحده دلوقتي. اوبو اف 11 وريلمي 8 برو ويوزر ايفون، ده واحد من اللي موجود معانا مسمي نفسه يوزر ايفون. وعندي اتش دبليو 300. نبعت لمين؟ اوبو اف 11. اوبو اف 11 نضغط عليه، هو هيجي له رساله ان انا عايز ابعت لك الملف. جات لك رساله؟ استنى وريني كده. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك استخدام ساينو بلوتوث لارسال اسبلت سكول دي اكس اف. شوف يعني بيقول لك ان هو بيبعت لك الملف اهو، شايف يا استاذ ايمن؟ يعني بيدي لك رساله. نضغط قبول ولا لا؟ قبول اهو، انا ببعت لك حاجه اهو. قال لك هنا ايه يا هندسه؟ البلوتوث شير سنت ديفايس. يبقى احنا كده بعتنا الملف فين يا جماعه؟ على الباشمهندس علي يقدر يحطه على الكاب. طب انا عايز اوقع عشان يبقى انا عرفتك الرفع والتوقيع. طبعا هو لو الوقت ساعه كنت خليك كل واحد ربط ورفع وعمل بروجكت. عايز اوقع. طب انت معاك نقط اصلا جايه لك من الكاد عشان توقعها؟ لا، انا هاخد نقطه من الاربع نقط اللي انا رفعتهم نوقعهم، نعرف مكانهم. حد يعرف امر التوقيع يجي منين؟ يجي منين؟ من قائمه جدع، من قائمه سيرفي. هنضغط على سيرفي. خلاص الراجل فاهم يا جماعه. انا عندي دلوقتي بقول للناس اللي عايزه تاخد جي بي اس ما تاخدش كورس، الموضوع بسيط. انت افهم، انت ربطت واخترت نظام تشغيل وبعت، وقع بقى الامور تمام. هي القائمه اللي عندك هي اللي هي سيرفي. هنضغط وهنطلع بره اهو ونضغط على سيرفي، وعندي قائمه اسمها ستيك بوينت، واخد بال حضرتك، ونختار من الاليمنت ده. ايه الاليمنت؟ يعني العناصر. هو فتح اوريدي الملف اللي احنا مختارينه اللي هو الاسبلت سكول. نختار اللي هو الاليمنت ده ونختار اي نقطه من اللي عندي اللي هو وليكن النقطه. ايوه طب اي نقطه، ده مثال. ما احنا عندنا 4 نقط اهو. بص احنا عندنا 5 نقط. النقطة اللي واقف عليها جدع، هو كاتب لك حتى البيز. بص كده كاتب لك البيز والاربع نقط التانيين. نختار وليكن النقطه رقم 3 ونختار ستيك. بص بقى بيقول لك ايه؟ تعالى كده 18 سم واطلع قدام 10 سم. لا 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 لا، شايف؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لا، انت كده بتهرب. لازم تظبط ميه. لازم تظبط ميه. ليه بقى؟ هو الراجل واقف على المكان الصح اهو. بس جاي كده فجاي بص كده سامع هنا بيقول لك ايه؟ فيها، بص للميه هنا بيقول لك فيها 3 سم. لما نسمع صوت الجرس يبقى الراجل ظبط ميه والنقطه جت مكانها. هنا بيقول لك فيها 3 سم. شوف الميه لسه عماله تلعب معاه. ادي 2 سم، ادي 3 سم، ادي 2 سم، ادي 2. اظبط ميه 3 سم. طيب اظبط لك انا شويه ميه من تحت. طب استنى. ميه اظبط ميه من فوق. لا من فوق مش مظبوط. تمام، يبقى دي النقطه مكانها. ابدا اللي انا ادق الشخص بتاعي او الايه السير. طب هل يمكن ان انا اتنقل بين ستيك بوينت والرفع؟ يعني انا وقعت، ينفع ان انا ادخل بقى بعد كده اطلع على سيرفي واكمل رفع عادي جدا. طب انت عايز تتاكد ان الشغل بتاعك سليم وان انت رابط تمام، خد اي نقطه انت رفعتها وقعها كده، يبقى تتاكد ان انت الحاجه اللي انت بتختارها على الطبيعه موجوده عندك فين يا هندسه؟ في الماب. اتكلمنا على جهاز ساينو جي ان اس اس،
اتكلمنا على نظام التشغيل، اتكلمنا على الاسقاط، اتكلمنا على الزون، شرحنا على عجاله 3 قوائم، قائمه بروجكت وقائمه ديفايس وقائمه سيرفيس. وبعدين استعرضنا عمليه ارسال الملف اللي هي اكسبورت. الملف راح لي على الدي اكس اف، افتحه على طول على الكاد. كده الوحده اللي عندي، حد يعرف يقول لي الوحده اللي هناك دي اسمها ايه يا هندسه؟ بيز. اللي هي اللي ورا ده. والوحده الثانيه يا هندسه اسمها ايه؟ الروفر. الروفر. ده الجهاز اللي عندنا. صوري بقى الجهاز ده. الجهاز ده اهو اسمه ساينو GNSS، وهو من انتاج شركه ساينو، والجهاز صيني. شكرا.